عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي المغاربة، كنتمنى من الله تكونوا بصحة جيدة. قبل كل شيء مبروك عواشركم. اليوم جيت نتكلم على واحد جوج المواضيع. الموضوع الأول ديال واحد المدلس الكذاب الكرغولي اللي كذب على التاريخ المغربي وكذب على الجواز السفر المغربي وعلى الفضيحة الكبرى لدولة تدعي أنها مسلمة. خليكم معنا. الوطنية أول مرة نشوفها، يعني إحياء في ليلة القدر ما تلقاهاش في دولة أخرى على فكرة. تفضل خويا المخرج. هذا مقطع هذه هي الفضيحه. فضيحه وش من فضيحه. دوله كتبغي تعيش علينا الدور ديال الدوله المسلمه، كيعيشوا واحد الطريقه ديال واحد الغرور لا منتهي. دوله تعيش على الكذب، دوله الكبرانات اللي كما لاحظتوا بداو ليله القدر بالنشيد الوطني، وللاسف النشيد الوطني فيه كلمات شرك بالله. هذا هما الدول اللي كيحاضروا علينا بالشرف، وللاسف كذلك المشكله انهم الرئيس ديالهم ما شاركش في الصلاه اللي هي عموما زعماء العالم العربي او الاسلامي كلهم كيكونوا حاضرين في صلوات ديال التراويح ديال ليله القدر. فوق ذلك عمري انا شفت شي صلاه كتسمى تحت رعايه رئيس الدوله. كما قلت لكم دوله عندها انفصام في الشخصيه، باغا تعيش دور الاسلام صحه، كما كنعرفوا انهم منافقين في هذا المجال هذا وكيكذبوا على الشعب ديالهم. هما مفضوحين. رئيس دوله ما يحضرش لصلاه ليله القدر، ومن فوق هذا تفتتحوا الصلاة بالنشيد الوطني. والله لا عيب، عيب. ما عمري ما شفت شي دولة إسلامية أنها افتتحت صلاة ليلة القدر بالنشيد الوطني، للأسف. وللأسف كيعيشوا هاد الدور ديال أننا مسلمين وأننا كندافعوا على القضايا ديال القدس وكذا، وهما في الأخير حتى الدين ما محافظينش عليه بلادهم. صلاة التراويح تبداوها بالنشيد الوطني. عيب، والله لا عيب. هزولات. نرجعوا للموضوع الثاني، ندوزوا للموضوع الثاني ديال الاخ الكرغولي اللي كان هجبد الباسبور ورا يعني هذه بعجاله ورا الناس، قال لهم هذه هي باب بوسبير. باب بوسبير دايرينها في الباسبور وكذا وكيفتخروا بها. عرفت شحال من باب كاينه في المغرب؟ هي فاس المدينه الغاليه على قلبي، مدينتي، تقريبا كاينين واحد 15 الباب، كلهم بنفس الديكور، يعني بنفس الشكل. 15 الباب تقريبا. نذكر لك غير اللي عاقل: باب بوجلود، باب الفتح، باب الماكينه، يعني العديد والعديد. انت جيتي تكلمتي على داك الباب اللي كاين في مراكش، كاين باب الحد، كاينين بيبان هما، والتاريخ ديال هاد البيبان تقريبا الدوبل ديال التاريخ ديال بلادكم بعشرات المرات. باب وحده من هاد البيبان كتسوى 14 القرن. 14 القرن في التاريخ ديالها. يعني صعيب عليك انك توصل للتاريخ ديال المغرب. بوسبير كلنا ولينا كنعرفوا الحقيقه، بلا ما عاد تجي وتخرجوا وديروا الفلسفه ديالكم وتبغيو تجيبوها من هنا ولا من هنا. بوسبير حي في المغرب، ولكن الباغيات اللي كانوا فيه من الجزائر. ام حسن خير دليل. عييتوا تبغيو تزينوا ولا تزينوا الصوره ديالكم امام العالم، ولكن كتزيدوا غير تسوقوها بالكذب. هذه سنين تقريبا، هذه فقط واحد 7 سنوات ولا 8 سنوات، القنوات ديالكم كانت كتعرض وثائقيات على الثقافه المغربيه، على التقاليد المغربيه.
الحين والو. في هذا الوقت هذا ولينا كنشوفوا غير الهجوم والسرقه، فقط السرقه والهجوم، لانكم باغيين تكتسبوا تاريخ، باغيين تكتسبوا هويه ما عندكمش. وللاسف بالنسبه لكم نتوما كاين الارشيف ديال القنوات العالم اللي كيزين التاريخ ديال المغرب واللي كيفضح الكذب ديالكم. انا شحال من واحد قلت له في القضيه ديال الزليش، قلت له 10 ما عندي، 10 من الحرفيين ما عندي مدينه فاس، واحد ما عندك، ولا واحد كيقدر يجاوب. ولا زال التحدي قائم، وخصوصا الاستاذه بونيف، السيده بونيف خصها تقبل هذا التحدي. 10 ديال الحرفيين ما عندي، وبحرفي ما عندك انت. بارطاجيو هاد الميساج هذا يوصل لبونيف باش ترد عليا، لان هذيك السيده كنظن انها كتعرف ترد هي بالسب والشتم. ترد عليا وتقول لي راه عندها شي حرفي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.